السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم فكرة جديدة رائعة جدا، جربتها وحبيت نجربها من قبل ونجحت معايا ما شاء الله، اللي هي شمعة تاع البخور بريحة البخور الرائعة وبريحة القطارة تاع تنكرت تاع الجنوب اللي نعرفوها. رائعة جدا. يلا تبعوا معي الخطوات وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح تترفوا إن شاء الله لما تديروا هذا المشروع جديد لأول مرة وحصري على قناة أم نبراس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الوصفة مع بعضنا. واش نحتاج إلى شمع كما راكم تشوفوا، الشمع عادي اللي نشروه هذاك، يا إما تربيه ولا تخليه كما هكا، تقطعيه قطع وتحطيه على حمام مائي. بعدين جبت أنا هذا المول، خليته على الحمام مائي يذوب. جبت هذا المول ودهنته بالفازلين ودرت له هذاك التشكيل، هذا المول هذاك المربع برك نتاع الاخر، درت له من جنبات هكذاك باش يعطيني شكل اخر. وتحبوا تخلوه مربع خلوه مربع، نثقبوا ثقبه صغيره من الوسط كما هكذا بهذه الطريقه هكذا، باش من بعد ندخلوا فيه الخيط. المهم هذاك المول تحبوا تخلوه مربع، تحبوا ديروا نجيبوا الخيط هذه تاع الشمعة بعد ما نحيتها، يعني كي يذوبوا هذوك الشمعة راح يبقوا هذوك الخيوط، تنحوا خيط وتقصوه وتدخلوا فيه الخيط هكذا من الأسفل حتى تخرج للفوق. حاولوا تدخلوا مليح، أنا هنا ما حبيتش تدخل لي، راح راني حاولت ودخلتها. بعدين راح اشوفوا كما هكا انا درت الشكل هكذاك بالعود برك باش يعطيني شكل جديد. تجيبوا زوز عواد كما هكذا وتربطوهم من الجنب بهذه الطريقة، ربطوهم وزيروهم مليح باش هاد الفكرة رايحين نديروها باش نثبتوا الخيط. وتقدروا كي تكون الشمعة صغيرة تشدوا بمساك ولا اي حاجة وتشدوا الخيط نتاعكم هكذا بهذه الطريقة باش تبقى ديما الوسط نتاع في الوسط نتاع الشمعة هكذا، ونحطوها على جهة. لازم هذه العملية ديروها قبل ما تذوبوا الشمع. بعد ما يذوب الشمع نتاعكم رايحين تنحوا له الخيوط. انا نحيت خيط برك درت منها دخلتها، والباقي هادو راح نخبيهم. الوصفة اخرى نجيب هنايا شوية غبرة نتاع بخور نخلطها، والشمع لازم يكون سخون وديروا العملية بسرعة، يعني لازم بسرعة، خاصة كي رانا في الشتاء ما تخلوش هكاك يبرد. نجيب ايضا هنايا بعد ما ضفت الغبرة تاع البخور، يعني نجيبوا شوية بخور وتصفوه وتحطوه. بعدين نجيبوا هنايا عطر البخور، عطر زيتي تشروه من عند العطار وتصبوا قطرات، يعني على حسب الكمية. كانوا كمية ياسر ديروا ياسر، كانوا كمية شوية تزيدوا ديروا شوية على حساب. وجبت هنايا شوية من القطارة وبديت نخلط فيهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا هكذا. اضفت شويه من القطاره وقعدت نخلط. القطاره راهي عطر صحراوي، راهي نحط لكم الطريقه في القناه نتاعي، تقدروا تستغنوا على القطاره وتعمروها بعطر تاع البخور. بعدين نجيب الخليط نتاعي هذا، نعاود نثبت الخيط كما هكذا، لازم ديما تبقى الوسط. نحرك مليح ونصب الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا. البخور راهو ثقيل، يقعد في الاسفل، لذا لازمني نهبطه هكذا بهذه الطريقة. وبالعاني راني درته من المرة الأولى، يعني باش يبدأ يطلق في الرائحة نتاعو في الشمع. ومن بعدين نسقمه هكذا شوية باش ما يبقاش مكتل في بلاصة واحدة، ينشف لي في جهة واحدة برك في الآخر. بعد ما حطيتها بردت في الثلاجة، راح تتنحى معايا بكل سهولة هكذا. حتى لو ما دهنتوش بالفازلين راح تتنحى معاكم، لكن لما تديروا الفازلين راح تتنحى معاكم اسهل واسهل. نحيها هكذا بهذه الطريقة. نحاول نشوف هنا ولعل كاينه قطعة من الشمع تتفتفت ولا حاجة. هنا راني حاولت نقطعها باش ما تتكسرش، وهكذا راني تحصلت على الشمعة تاعي. الحق يعني ما عجبنيش الشكل، لكن لما تشعل الشمعة راح تولي رائعة هكذا. تحبوا الجوانب لتحت تعاودوا تريقلوهم وكلش، تحبوا ديروهم. هنا راني بديت نجرب نشعل في الشمعة تاعي، شوفوا كيفاش شعلت لي، جات هايلة بشوية حتى تكبر الشعلة. وهكذا بعد ما تديروها نتوما ديروا، تحبوا في مول سيليكون ديروا في اي حاجة، المهم رايحين تغلفوها
وديروا لها شكل جميل يعني رائع، وديروا شويه بابيونه، وتحبوا تغلفوها بشبكه، تحبوا تغلفوها باي حاجه وتسوقوها كمشروع رائع. ديروا الاشكال اللي حبيتوا، ديروا الاحجام اللي حبيتوا، وديروا مشروع على روحكم وربحوا على روحكم، وما تستناوش الحاجه تجيكم بالسهل. عفوا. المهم هذه هي بالنسبة لطريقة شمعة البخور، والرائحة رائعة جدا، وقد ما تدوزي البخور قد ما راح تبقى لك الرائحة رائعة. تقدري أيضا ديري نفس الطريقة وكما قلت لكم وتغلفوها وتريقلوها وديروها كمشروع.